أعطت فرنسا الأفضلية لأولئك الذين ينفصلون عن المجتمع على أولئك الذين يختارون البقاء، فإن مثال غينيا سوف ينتشر كالنار في الهشيم. يصف بيغو وسيلا هوفويت بواني والرئيس السنغالي لوبويلد سيدار سينغور بأنهم متواطئون في هجوم فرنسا على غينيا، واختاروا الاستقرار والتضامن المبتذلين لمنطقة فرانك سي اف آ على انفصال أكثر جدية عن النظام الاستعماري. في منطقة سي اف آ ادعى الوضع الراهن المتحالف مع فرنسا عباءة الوحدة، تاركا أولئك الذين سيرسمون مسارا جديدا بمفردهم وأكثر عودة للعواقب مهما كانت صناعتهم. في الواقع في عام 1958 حضر الرئيس المستقبلي للكوت ديفوار والحليف الفرنسي منذ فترة طويلة فيليكس هوفويت بواني الفرنسي. طوال الوقت وجدت فرنسا شركاء سياسيين مفيدين في إفريقيا، ففي الخمسينيات من القرن الماضي لتجنب الحروب المعادية للاستعمار مثل تلك التي حدثت في مدغشقر والفيتنام والجزائر، أو مثل تلك التي واجهها البريطانيون في كينيا، عززت فرنسا حلفاء أفارقة مواتيين قبل منح مستعمرات جنوب الصحراء استقلالا خاليا من أي مضمون حقيقي بشكل استباقي. وكان فرانك سي اف آ مركزيا للاستراتيجية الفرنسية لإنهاء الاستعمار بالاسم فقط، حيث يوفر مزايا إضافية لبعض الأفارقة الأثرياء بدلا من الحقائب المليئة بالنقود من المبعوثين الفرنسيين. مكن نظام العملة سي اف آ نفسه النخب الإفريقية من الاستيراد بقوة شرائية أكبر ومن حرية حركة رأس المال في منطقة الفرنك، ثروات مكتسبة أو غير مكتسبة قانونيا في الخارج. في الواقع استفادت فرنسا كثيرا من قدراتها المالية والدبلوماسية والعسكرية لعزل الحكومات الإفريقية ضد التحدي الشعبي وحركات معارضة، وكانت مطالب تقرير المصير والتغييرات في النظام النقدي أقوى من القادة الكاريزماتيين أو من أسفله، فقد قوبلوا برد انتقامي من فرنسا وشركائها الأفارقة في كثير من الأحيان إلى حد حملات زعزعة الاستقرار وحتى الاغتيالات والانقلابات. في أحد الفصول يسرد بيغو وسيلا تاريخا مذهلا للنقد المناهض للاستعمار والانتقام الاستعماري. الحالة الأولى مثالية، ففي عام 1958 ساعد أحمد سيكو توري في قيادة غينيا إلى الاستقلال، على الرغم من أن خطابه المثير كان أكثر راديكالية من طموحاته الإصلاح. الحالة الأولى مثالية، في عام 1958 ساعد أحمد سيكو توري في قيادة غينيا إلى الاستقلال، على الرغم من أن خطابه المثير كان أكثر راديكالية من طموحاته الإصلاحية. كانت غينيا وحدها في التصويت ضد اقتراح المجتمع الذي طرحه ديغول، وبعد تعثر المفاوضات مع فرنسا حول كيفية بقاء غينيا في منطقة سي اف آر بقواعد مخففة، أنشأت الدولة الجديدة عملتها الوطنية وبنكها المركزي بحلول عام 1960. على الرغم من ذلك تم النظر في مسارات العمل من قبل السلطات الفرنسية المختلفة، وتم اتخاذ القرار في النهاية لجعل غينيا قصة تحذيرية لبقية فرنسا. قام مسؤولو مكافحة التجسس الفرنسيين بالتخطيط والاستئجار لسلسلة من هجمات مرتزقة بهدف خلق مناخ من انعدام الأمن، وإذا أمكن الإطاحة بسيكو توري. ذكر أحد هؤلاء النشطاء بالتزامن مع عملية بارسيل مخطط لإغراق الاقتصاد الغيني بفواتير غينية مزيفة، مما أدى بنجاح إلى انهيار مدمر. وأعلن رئيس وزراء ديغول جورج بومي بيدو أن تجربة غينيا في الاستقلال انتحارية، وتجسيد يد حكومته غير المرئية في الفوضى، ومع ذلك لم تتم إزالة سيكو توري أبدا، فقط منبوذ على عكس سيلفانوس أوليمبيو في توغو أو مودي بوكيتا في مالي. تم رفض التغييرات التي أرادت طفيفة في البداية على الوضع الراهن سي اف آ، ورفضت وتم عزلهم بعد ذلك في انقلابات مرتبطة بالفرنسية. ارتبط انقلاب في غينيا في سبتمبر 2021 بتدريب أفريكوم الفرنسي والأمريكي، كما فعلت الانقلابات الأخيرة في جميع أنحاء القارة. في منطقة سي اف آ ادعى الوضع الراهن المتحالف مع فرنسا عباءة الوحدة